الممرضة دخلت تشوفها، لقيتها من غير بنطلون. ممرض يعاشر مريضة في العناية المركزة. ممرض اسمه محمد، عنده 27 سنة، اتخلى عن القسم اللي أقسم عليه إنه يصون أسرار وحرمة المرضى. ومش بس كده، ده قرر ينتهك عرض مريضة بطريقة بشعة. الممرض ده شغال في مستشفى نبروه في محافظة الدقهلية، وفي يوم كانت مريضة في العناية المركزة، لكن احلوت في عينه وقرر إنه ينتهك جسدها. الممرض اداها مخدر، ولما راحت في النوم وما بقتش دارية بحاجة انتهك جسدها وعاشرها معاشرة الأزواج وهي مش حاسة بحاجة. الممرض خان الأمانة وخان كل حاجة، لكن عشان لازم الحق يرجع لأهله عملته ما عدتش كده في السر، وعشان ربنا كشف ستره عنه لأنه أكيد مش أول مرة يعمل كده. ممرضة زميلته شافت اللي عمله واتصدمت وقررت تبلغ عنه، وبالفعل بلغت نقطة تأمين المستشفى اللي بلغت مركز الشرطة. الممرضة فضلت تصرخ بعد اللي شافته لما لقت زميلها نايم مع مريضة على سرير العناية المركزة بكل بجاحة وقلة أدب. وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه، وبسؤال الممرضة مقدمة البلاغ اتهمت زميلها الممرض والمقيم بقرية بانوب دائرة المركز بقيامه بالتعدي جنسياً على مريضة داخل العناية المركزة، وذلك حال دخولها إلى الغرفة واكتشافها عدم ارتداء المريضة بنطال ورفع ملابسها ووجودها في حالة لا وعي. جرى ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بعد تعاطيه مخدر الحشيش وقيامه بحقن المريضة بمخدر دورميكم مما أفقدها الوعي، واستغلاله تواجدهم داخل غرفة العناية المركزة والتعدي عليها جنسياً واكتشاف إحدى زميلاته الواقعة.